في أواخر السبعينات فيلم أفواه وأرانب كان مكسر السينمات، والناس خارجة بتدندن الأغنية الشهيرة اللي لحنها الموجي. بس المفاجأة اللي محدش يعرفها إن الأغنية دي اتسجلت في الأول بصوت وردة الجزائرية أيام أفواه وأرانب لما كان بيتذاع في الراديو. ولما قرروا ينزلوا الفيلم سينما شالوا وردة الجزائرية خالص وحطوا صوت بنت ريفية لسه محدش يعرفها اسمها فاطمة عيد. طب ازاي يا جماعة، ازاي بنت جاية من القناة من الشرقية بالابتدائية قدرت تزيح وردة من تتر أهم فيلم في تاريخ السينما المصرية؟ وازاي في عز نجاحها عملت أغنية تسببت في أزمة مع الموسيقار معمر الشريعي وسعاد حسني، لدرجة إن سعاد حسني كلمت وزير الإعلام صفوت الشريف وقتها شخصيا وقالت له اوقف الأغاني دي فورا. وأغرب من كده لما العربية بتتقلب بيها على الصحراوي والدكاترة بيقولوا احتمال ضعيف إنها ترجع تاني تغني، تخرج وتاني يوم الحادثة تقف قدام المايك عشان تسجل أهم أغانيها اللي لفت بيها إنجلترا فرنسا ألمانيا وكل الدول. أنا محمد، ده برنامج كوكتيل، خلينا نكشف مع بعض كواليس سرية لأول مرة في حياة فاطمة عيد وخناقتها الكاملة مع سعاد حسني. حضر كده كوباية الشاي وخليك معايا. القصة بتبدأ في وقت الساحة الشعبية كانت محكومة بين قطبين كانوا هما اللي مسيطرين على السوق كله ومكسرين الدنيا، هما ليلى نظمي وعايدة الشاعر. ما كانش في مكان لتالت ما بينهم. لكن لو رحنا لفاطمة عيد، بنت غلبانة قاعدة في الشرقية بتغني في حارتها لحبايبها وأصحابها وجيرانها، وهنا الحظ يلعب لعبته. جارها كان منتج الكاسيت الأسطوري مصطفى الطائر. راجل كده في مرة ومعدي من جنب بيتهم سمع صوت أسطوري طالع من عند البيت اللي فيه فاطمة عيد، وقف مكانه منبهر وقال بس هو ده الصوت اللي أنا بدور عليه. أخدها وتاني يوم فعلا كانت واقفة في الاستوديو بتسجل أول شريط ليها. بعد ما فاطمة عيد نجحت النجاح الباهر ده، اتعرض عليها ان هي تغني اغاني تجاريه اللي هي بتاعت اليومين دول، واي كلام ترند ساعتها مع الجمهور وسقف وشقلب وقلب ومودرن وشيك وحاجه بعيد تماما عن المود الريفي اللي هي بتغني فيه. لكن هنا يدخل الراجل المصري بقراره الصارم. جوزها قال لها يا فاطمه، انت لو غيرت اللون الريفي ده انت كده بتغير هويتك، فتمسكي بهويتك ومتخرجيش براها. وفعلا سمعت كلام جوزها ودخلت في صراع مع عمالقة التلحين. وده بيخلينا نوصل لأكتر حتة سرية في حياتها. سندريلا سعاد حسني كانت بتجهز لأغنية اسمها خالي البيت، وحصل خلاف ومشكلة كبيرة جدا بين سعاد حسني والموسيقار عمار الشريعي. عمار الشريعي قلبها عند بعند، قام ساحب الأغنية وكان بيدور على أي صوت يديله الأغنية عشان يعلم بيه على سندريلا. طبعا هنا كان مين متوهج؟ فاطمة عيد. وفعلا طلب فاطمة عيد ودخلت سجلت نفس الأغنية وحققت نجاح مرعب. بس طبعا ما مشيتش كده بالسهل. سعاد حسني لما عرفت اللي حصل اتجننت لدرجة إن هي كلمت وزير الإعلام ساعتها صفوت الشريف في التليفون، قالت له الأغاني دي ما تظهرش ما تطلعش للنور تاني. وفعلا ده اللي حصل. بس الأغرب كان رد فعل فاطمة عيد، وإن هي ما اتضايقتش خالص من اللي حصل وقالت إن ده نصيب، ودي كانت تجربة وتعلمت منها. البيت خان كدول زاد البيت خان مقامك عالي يا خالي البيت. فاطمة عيد ما كانش مجرد صوت بيغني وخلاص عشان يبسط الناس، دي كانت مرأة بتعمل أغاني الحملات القومية. يعني يوم ما فكروا يعملوا حملة لتحديد النسل، حسنين ومحمدين، ما لقوش غير فاطمة عيد هي اللي صوتها يوصل للناس. الأغنية دي غيرت معظم ثقافة الريف المصري ساعتها، اللي كان بيجيب بالعشرة والخمستاشر. وبعد كل ده بقى يطلبها العبقري جمال الهواري، وغنت أغاني كتير من ألحانه، ودخلت الاستوديو وأبدعت في أغاني كتير زي التوتو ناي والشوكولاتة ومحلى العروسة. وحتى كان ليها أغنية غريبة أوي بس هي كانت عارفة من زمان إن أقرب طريق لقلب الرجل هو معدته. حتى بالأمارة قالت طريق لقلب جوزك ماضي. تخيل بقى إن التوتو ناي ويا حلاوتك يا استفندي يا ابن عم البرتقال والأغاني البسيطة دي كتبها ناس زي الأبنودي ولحنها ناس زي جمال سلامة. ومن قوة الكلمات وعبقرية التلحين الأغاني دي لفت أوروبا كلها، إنجلترا فرنسا ألمانيا، وهي لفت العالم فعلا. في نهاية مشوارها اتسألت فاطمة عيد في بعض البرامج التلفزيونية عن رأيها في المهرجانات بتاعت اليومين دول، بس هي ردت رد ذكي قوي وأنا بحترمه بصراحة.
قالت أيا كان هو نوع فن ولا مش فن، بس مادام ليه جمهور لازم تحترمه. انت بتسمعه ما بتسمعوش دي حريتك الشخصية، ولكن ما تقللش من الناس التانية أيا كان هما بيسمعوا ايه، لأن هو الفن أذواق في الأول وفي الآخر. ودينا بنشوف دلوقتي اهو، يعني شايف دلوقتي إن مطربين كبار كلماتهم بقت بسم الله ما شاء الله في الكنافة. البعد الإنساني الأغرب في حكايتها بقى إن بنت فاطمة عيد مرضتش تمشي على نفس سكة أمها، والناس استغربت ساعتها وسألتها ليه، قالت لهم فاطمة عيد واحدة بس، أنا ما ينفعش أقلدها وأمشي على خطوها، أنا لو عملت كده أنا بحكم على نفسي بالفشل لأني مش هعرف حتى أوصل لربع اللي هي فيه. في آخر الحلقة بس متنساش اللايك، سبسكرايب، سلام.